وحشتني يا بطل. دي الحلقة التالتة من حكاية سيد تحالف الإمبريان، فلو ما شفتوش الحلقات اللي فاتت روحوا شوفوها الأول علشان تفهموا الأحداث ويصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نكمل باقي سرد الحكاية. على الناحية التانية في العالم السفلي كانت ييلينج ماسكة دراعي ولازقة فيا طول الوقت. كنت حاسس بعدم راحة كأن في نمل بيمشي على جسمي، وقلت لها ييلينج هو أنت فعلا ناوية تمشي معايا وتسيبي العالم السفلي؟ فهي قالت طبعا. انا قلت اني مش هتفارق عن المعلم تاني، وبعدين اخواتنا الكبار كلهم فاهمين المعلم غلط، خصوصا الاخت الكبرى. المره دي هخرج مع المعلم علشان اوضح سوء فهم الاخت الكبيره ليه، وما كانش قدامي غير اني اوافق وانا حاسس بالذنب. وقلت في نفسي هي اصلا فاهمه ايه عني بالظبط؟ لو اتقابلنا بجد البنت دي هتسلخني حي. لا، لازم الاقي طريقه اخلص منها. وان ران اللي كانت ماشيه ورانا نفخت خدودها من الغيظ وقالت ليه الاتنين دول قريبين من بعض كده، واضح انهم كانوا يعرفوا بعض قبل كده، ومهما كانت علاقتهم مستحيل اسمح لحد ياخد شجره الفلوس اللي اسمها تشينشو. واول ما فكرت كده خطت لقدام فورا وشدت ييلينج بعيد وقالت لها مش انت من شويه كنت بتحاولي تقتلي الاخ الاصغر تشينشو؟ بقيتوا قريبين كده ليه دلوقتي؟ وييلينج عبست وبعدم رضا قالت انا والمعلم نعمل اللي نعمله، انت مالك؟ وان ران قالت لها مجرد روح ومعهاش حق تعيش قصه حب زي البنات الصغيرين. وييلينج قالت انت قلتي ايه؟ حتى معلمتي ما كانتش تجرؤ تكلمني بالطريقه دي، وبعدين انا مش روح تانية وانا شايفهم بيتخانقوا من غير نهايه. هزيت راسي بعجز وقلت زي ما توقعت جاذبيتي اللعينه بتخليني محور الاهتمام في اي مكان بروحه، واحنا بنتخانق طول الوقت. وصلنا من غير ما نحس للمخرج، ده معناه ان انا حر تماما. وبصيت من طرف عيني على الاتنين اللي كانوا لسه مركزين في الخناقه، وابتسامه كبيره ظهرت على وشي. وقلت دلوقتي لو قدرت بس اهرب من نظرهم هبقى اتحررت بجد. انتوا خليكوا اتقاتلوا هنا براحتكم، انا فجاه بطني وجعتني ولازم الاقي مكان ادخل الحمام. وفي نفس الوقت سفينه طيران عيله تشانج اقتحمت العالم القديم بالصدفه، والشخص ده قال يا رئيس العيله كل تلاميذ تحالف السماء العليا خرجوا، هنعمل فيهم ايه؟ وتشانج اليانج رفع ايده فجاه وصاح وقال اقبضوا على كل التلاميذ اللي مالهمش صله بعائلاتنا، واللي يقاوم اقتلوه. بامر واحد خبراء العائلات الخمسه الكبرى نزلوا من السفينه الطائره، لكن قبل ما يوصلوا للارض شافوا شخص بيجري بسرعه بعيد عن الناس. وهكذا بعد ما جريت مسافه بسيطه اتفاجئت باتنين ضخمين شايلين سيوف واقفين قدامي وسادين الطريق، وقالوا لي سلم خاتم التخزين واستسلم وارجع معانا لتحالف السماء العليا بهدوء واستنى الحكم عليه. واول ما سمعت كده قلبي وقع، وقلت في نفسي ليه تحالف السماء العليا فجاه بعت ناس تقبض عليا؟ هل تشيش ياو شيو عرفت بالفعل هويتي؟ مفيش غير غبي يقعد يستنى يتقبض عليه. والاتنين انتقلوا قدامي في لحظه، ولكن في الثانيه اللي بعدها غرزوا السلاح في قلبي من غير اي رحمه. ولما اتاكدوا اني مت فعلا بداوا يفتشوا فيا بخبره، وبعد شويه قاموا على طول ووشهم اسود وقالوا الواد ده فعلا معهوش حتى حجر روحي واحد وشايل ملابس داخليه حريمي، هو فقير ومنحرف. يا خساره الحظ الوحش، انا هضطر الاقي مكان اغسل فيه سيفي بعدين. وعلى الناحيه التانيه تلاميذ تحالف السماء العليا كانوا كلهم اتعرضوا لهجوم بدرجات مختلفه. تشينج جنجرين عاد حواجبه ووقف قدامهم وقال ليه ناس من الطائفه هاجمونا فجاه. وين ران قالت دلوقتي مش وقت نفكر في ده، احموا الاول الاخوه والاخوات الصغيرين. اول ما سمع ده يو يونج رفع طرف بقه بابتسامه خفيفه وقال في نفسه مع اني مش فاهم ايه اللي بيحصل بس دي فرصتي هرجع صورتي من جديد. واول ما فكر كده اندفع فورا وسط الناس بسيفه وهو بيقول يا اخواتي الصغيرين ما تخافوش اخوكم الكبير هنا. وبصوت عالي فورا التلاميذ مدحوه وقالوا سيف الاخ يو جامد جدا. يو يونج بعد ما بدا يرجع شويه من صورته فرح جدا وقرر يستعرض شويه ونسي تماما ان مؤخرته الممزقه لسه بتنزل دم. واول ما القائد شاف ده صرخ فورا وقال هو عنده اصابه في مؤخرته، ركزوا على مؤخرته. يو يونج بعد ما اتكشفت نقطه ضعفه لف وجري وهو بيقول هو انتم لازم تضربوا هناك يعني؟ وعلى الناحيه التانيه ييلينج اتحاصرت مباشره من اربعه، وواحد قال البنت الصغيره دي شكلها حلو مش بطال، وكمان عندها ودان قطه، واطراف صوابع ييلينج اتجمعت فيها طاقه روحيه ضخمه فجاه وقالت يا اغبياء يا وقحين انتوا ذوقوا فن العالم السفلي اصبع العالم السفلي. واول ما شافوا هيبه الحركه دي الخوف ظهر فورا على وشوشهم، لكن وهم لسه بيستعدوا يصدوا الهجمه بكل قوتهم شافوا من اطراف صوابعها ميه صفراء طلعت فجاه، وهنا ضحكوا وقالوا فن العالم السفلي؟ هو انت فاكره نفسي سيد التناسخ؟ وييلينج رمشت باحراج وقالت تبا انا نسيت ان المعلم خد مني عجله العالم السفلي السته، ولكن مش مشكله. وفجاه رقبه المزارع اللي كان بيتريق اتلوت فورا لغايه ما بقت زي العجين الملفوف.
وقالت التعامل معاكم يا جماعه مش محتاجه اصلا استخدم فنون العالم السفلي. والثلاثه الباقيين ظهر الخوف فورا في عيونهم وضحكهم وقف في لحظه وقالوا البنت دي قويه شويه، وكلهم هاجموا مع بعض علشان يقتلوها. وإنران هي كمان كانت متحاصره من كذا واحد، ولكن بسيف الطريق الحقيقي اللي لسه لاقياه كانت قادره تستحمل بالعافيه. ويي لينج لما شافت قوتها قالت تلميذه اختي الكبيره عندها في الواقع بعض المهارات. وإنران قالت مع اني كنت عارفه ان عيله تشانج طمعانه في سيف الطريق الحقيقي، ولكن ما توقعتش انهم يتحركوا بالسرعه ديت. وعلى السفينه الطايره القريبه تشانج ليانج كان بيبص لإنران بعينين مليانه طمع، وقال في نفسه زي ما توقعت من سيف الطريق الحقيقي، حتى بمستوى إنران هو قادر يطلع القوه دي كلها، بس قريب هيكون بتاعي. وعلى طول هجم عليها واستخدم مهاره كف نيزك السماء الناري. اول ما سمعت الزعيم من وراها إنران لفت بسرعه ولو واحد بسيف الطريق الحقيقي علشان ترد الهجوم، ولكن مستوى إنران كان في الاخر اقل. فضربت كف واحده من تشانج ليانج رمتها في الجبل، وتشانج ليانج ضحك وسحب السيف الحكامي وقال السيف ده مهم جدا، واضح ان واحده صغيره زيك مش قادره تتحكم فيه. وإنران مسكت دراعها المصاب وشتمت وقالت يا خونه هو انتوا مش خايفين ان المعلمه تقتلكم كلكم بعد ما تخرج من العزله؟ وباقي رؤساء العائلات بصوا لها باحتقار وقالوا تقتلنا كلنا؟ ما تنسيش ان تحالف السماء العليا تحالف الامبريان ما كانش هيبقى على حالته ديت النهارده لولا دعم عائلاتنا. وإنران فهمت حاجه فجاه وعلى طول سالت وقالت رئيس عيله يو ورئيسه عيله تشينج انتوا عملتوا فيهم ايه؟ وتشانج ليانج بص لها ببرود وقال دي حاجه ما تخصكيش، وادى الامر وقال اربطوا الناس ديت هناخدهم معانا بعدين. وبعد ما تشانج ليانج خلص من إنران ويي لينج وربطهم مع بعض، الشيخ الاكبر جري عليه بذعر وقال له يا رئيس العيله مصيبه، ما لقيناش اي اثر لهانج ار او الجد او تشين شو، بس لقينا خنزيرين تخان جدا هنعمل فيهم ايه؟ فتشانج ليانج بغضب قال دوروا تاني، الواد تشين شو ده كان من الاول بيكذب علينا، لازم نمسكه حي او ميت. اما الخنزيرين دول فطبعا هيذبحهم وناكلهم، انت مش ناوي تربيهم يعني صح ولا ايه؟ ده اللي حرفيا رعب الخنزيرين. وتشانج ليانج بغضب قال ايها السلف وهانج ار استنوا بس لغايه ما اقبض على الواد ده وهخليه يعاني من الاف الجروح للانتقام ليكم كلكم. وفي نفس الوقت انا اللي المفروض ان كنت مت فتحت عيني فجاه وقعدت مبتسم ونفضت التراب من على صدري وقلت شويه عيال صيع عايزين يقتلوني السبب اني انا داو من جزيه لسه بلف في الدنيا بحريه مع ان ليا اعداء مالهمش اخر. هو التقنيه دي تسجيل الخروج، والنظام بص لي بنظره معقده وقالت لي انك تخبي وعيك جوه مساحه النظام وتعمل نفسك ميت يا مضيف، واضح انك عبقري فعلا. انا لسه كنت بظبط هدومي وسمعت دوشه وزعيق من بعيد شويه والصوت بيقول امشوا اسرع ما تحاولوش تلعبوا بديلكم. وفي وسط مجموعه كبيره من الاسرى عرفت إنران ويي لينج بسرعه وقلت في نفسي واضح ان عيله تشانج شغلهم نضيف حتى المخرج قافلينه. والنظام فتح اللوحه بحماس علشان يطلع مهمه جديده وقالت لي اللي جاي بقى هو السيناريو الكلاسيكي، المضيف الخرده اللي ملوش اي لازمه بينقذ الجميله بشجاعه. انا اديته بوكس وقعته على الارض وقلت انا لسه راجع حالا لحريتي ومبسوط جدا. انقذ مين؟ والنظام مع انه اتضرب هو ما زعلش، بالعكس بصت لي بابتسامه شريره وقالت مبروك يا مضيف. النظام لقى موقع الجزء الثاني من قوتها وتعبير وشها خلى احساس وحش طلع في قلبي فجاه. وهنا النظام ادتني الصدمه بقى لما قالت ان الموقع هو في الخزنه السريه لتحالف الامبريان. كنت عارف مسكت النظام وزعقت لها وقلت لها يلعن ابوكي ما قلتيش ليه واحنا كنا جوه التحالف. النظام فردت ايدها وقالت بكل دلع السيناريو مكتوب كده، النظام ده ما عندوش صلاحيه يغيره، وبعدين في الوقت الحالي ما كانش زمانك لقيت سيف الطريق الحقيقي وهو المفتاح بتاع الخزنه. اول ما سمعت الكلام ده قلبي نط وقلت صح السيف الحكامي مع العجوز بتاع عيله تشانج دلوقتي، يعني انا هواجه 5 خبراء كبار لوحدي؟ استنى ايه؟ هو انا ازاي جات لي الفكره المجنونه ديت؟ لا تحالف الامبريان دلوقتي خطير جدا، اعمل المهمه الانتحاريه ديت بعد ما يخلصوا قتالهم الداخلي. النظام اول ما شافتني ملف امشي جريت وقفت قدامي وقالت يا مضيف ليه مشيت كده؟ اما الحريم اللي تعبت علشان تعلي درجه حبهم عندك لاخر مستوى ايه نظامهم؟ اول ما قالت كده افتكرت على طول اي لينج وهي نايمه على صدري بتعيط وبتقسم انها تساعدني اكمل قضيتي العظيمه، وقلت لها معاكي حق فكرتيني. والنظام قالت لي يا مضيف هو انت غيرت رايك؟ فقلت لها لو ما كنتش قلتي كنت تقريبا هنسى مكافاه الانهاء بتاعتي لسه مع اي لينج، وده طقم معدات اسطوري كامل تقدر تساعديني ارجعه؟ والنظام نفخ وقال وهو بيهز ايده المعدات والادوات ما ينفعش ترجع الا عن طريق التلامس. انا جزيت على اسناني وبصيت على السفينه الطايره اللي كانت ماشيه وقلت يعني لو ما دخلتش تحالف الامبريان القصه الزفت دي مش هيتحرك صح ولا ايه؟ بس انا دلوقتي مزارع في مرحله الروح الوليده، حتى لو ما كسبتش اقدر اسيب جسمي واهرب، ولكن
ولكن ازاي اتسلل لتحالف الامبريان؟ هويتي كجد عيله تشانج اتكشفت، لازم تنكر جديد. وانا بفكر بقى سمعت شتيمه مع صوت مايا من ورايا، الصوت بيقول انا جبت اخري من تلاميذ تحالف الامبريان، دول شويه فاشلين وبرضه فضلوا يقاوموا كل ده. انا كنت هفرقع من كتر ما ماسك نفسي. انا والنظام بصينا لبعض وابتسمنا ابتسامه كلها خبث، وبعدها صخره قد حجم الراس طارت على طول في مؤخره دماغ الراجل اللي كان بيعمل حمام، وبعته فعليا للعالم التاني. وقلت ده اللي كنت محتاجه بالظبط. انا مشيت ببطء ناحيته ومسكت روحه اللي طلعت من جسمه، وقلت الخطوه الجايه هستعير ملابسك للحظه. وعلى سفينه عيله تشانج الطايره صوت زعيق تشانج ليان كان مالي المكان، وهو بيقول هو انتوا ما لقيتوش تشينشو ولا هينج ار في العالم القديم ده كله؟ يا شويه فشله، هو تشينشو ده ممكن يكون هرب بهينج ار بالانتقال الاني ولا ايه؟ نرجع عندي بقى. عمري ما كنت اتوقع ان المحظوظ ده يطلع اصلا الحارس الشخصي بتاع العجوز، ولحسن الحظ القناع كان مغطي طاقتي الروحيه، فمحدش دلوقتي هيكتشف هويتي. والعجوز قال الدوران من غير اي هدف ملوش لازمه. يا تشانج سان تعالى معايا نستجوب انران والباقيين. وواحد من زمايلي خبطني بكوعه وانا واقف سارح وقال لي انت سرحان في ايه؟ رئيس العيله بيناديك. اول ما سمعت مشيت بسرعه وراه وقلت في نفسي يبقى اسم الواد ده تشانج سان، ده اسم صايع جدا. وفي سجن السفينه الطايره اول ما انران شافت تشانج ليانج والباقيين داخلين جريت على باب الزنزانه وشتمت وقالت يا تشانج ليانج يا كلب انت يا ناكر الجميل، ازاي تجرؤ وتخون المعلمه؟ انا بدعي على عيله تشانج كلها تموت من الفقر. ولهب بنفسجي طلع في كافه شانج ليانج ورماه على صدر انران وقال بلاش هري، لو مش عاوزه تتعذبي اكتر قولي لي تشينشو وهانج ار فين؟ وانران سخرت وقالت الجبان ده هو اكيد استخبى في حته من زمان. وقبل ما تشانج ليانج يرد ييلينج اتدخلت تدافع عني وهي بتقول المعلم مش كده، المعلم اكيد هيجي ينقذنا، اكيد مستني الفرصه المناسبه وممكن يكون اصلا قريب مننا. انا اللي كنت ماشي ورا تشانج ليانج جسمي اتخشب فجاه وقلت في نفسي ايه الخرا ده؟ هل هي كشفت تنكري ولا ايه؟ ولحسن الحظ الاتنين ما خدوش بالهم من توتري، وتشانج ليانج قال لها واضح ان عندك ثقه كبيره في الواد ده. وييلينج قالت انا مش هفهم المعلم غلط تاني، هو اكيد بيساعدنا في السر. واثناء جدالهم الشيخ الاكبر جه ووشه مليان فرحه وقال كويس جدا انا رايح افتح باب الخزنه حالا يا رئيس العيله، احنا وصلنا للخزنه. فتشانج ليانج قال تمام يلا بينا، وكمان هاتوا البنتين دول. وفي نفسه بخبث قال اتمنى يكون كلام البنت دي صح يا تشينشو، الافضل تيجي فعلا تنقذهم. وبعد شويه السفينه الطايره نزلت بهدوء قدام خزنه الطائفه، وتشانج ليانج وهو ماسك السيف الحكامي نط من السفينه بحماس وقال اخيرا كل كنوز الطائفه بقت بتاعتنا. وهو بيتكلم بقى بدا يضخ طاقته الروحيه علشان يتواصل مع سيف الطريق الحكامي وقال يا خزنه افتحي لي. وفي اللحظه اللي الخزنه اتفتحت فيها تشيش ياو شيو اللي كانت في عزله جوه غرفه سريه بعيده فتحت عينيها فجاه وباستغراب قالت الخزنه اتفتحت. واثناء ما الخزنه كانت بتفتح ببطء عيون رؤساء العائلات المختلفه لمعت من الحماس وقالوا عظيم كنوز تحالف السماء العليا تحالف الامبريان اخيرا بقت بتاعتنا. ومن النهارده انا تشانج ليانج هكون القائد الشرعي اللي يحكم العالم. اول ما سمعت الكلام ده ما قدرتش امنع نفسي من ان اتضايق شويه، وفي نفسي قلت لو سبتهم يدخلوا الخزنه الاول هل ده ممكن ياثر على بحثي عن البيانات المفقوده؟ وانا لسه بفكر اوقفهم ازاي فجاه صوت عالي جدا ظهر في السماء وقفوا. وفي اللحظه اللي بعدها حصل انفجار علشان تنزل شخصيه رشيقه في نص الناس. انا هنا شفت الشخصيه ديت وقلت في نفسي هي مش كانت في عزله؟ هي ليه خرجت مره تانية؟ كانت دي تشيشيا وشياو نظرتها لفت ببرود على كل الموجودين وهي بتقول ممنوع اي حد يفتح الخزنه ديت. ورؤساء العائلات المذنبين اتوتروا اكتر وهم بيقولوا مش تشيشيا وشياو كانت في عزله موت علشان راجل ظهرت فجاه ازاي؟ احنا لسه ما خدناش اللي في الخزنه ومش في صالحنا نواجهها دلوقتي. وتشانج ليانج باحتكار لما شافهم كده قال دي مجرد واحده دماغها مليانه بالرجاله، ايه اللي بيخوف منها؟ ورؤساء العيله قالوا كما هو متوقع من رئيس عيله تشانج انت عندك ثقه اكبر مننا. وقبل ما يكملوا كلام شافوا تشانج ليانج لما جري على تشيش ياو شياو وهو بيشرح ويقول يا زعيم التحالف انت بقالك سنين في عزله وممكن ما تكونيش عارفه ابني هانج ار لا بالصدفه سيف الطريق الحقيقي في العالم القديم. احنا جينا المره ديت علشان نستخرج الكنوز ونرجع ننهض بالطائفه. وبعدين ركع على ركبه واحده وصاح وقال
ارجو من زعيم التحالف تفتح الخزنه وتنهض بتحالف السماء العليا، تحالف الامبريان ورؤساء العائلات التانية. اول ما شافوا كده ركعوا هم كمان وصاحوا وقالوا ارجو من زعيم التحالف تفتح الخزنه وتنهض بتحالف السماء العليا. وتشيش ياو شياو اول ما سمعت الكلام ده بان انها افتكرت حاجه وطلع على خدودها احمرار خفيف، وفي نفسها قالت حتى لو قلتوا كده برضه ما ينفعش، الحاجات اللي جوه مستحيل حد تاني يشوفها. صمتها ده في نظر تشانج ليانج كان دليل شك وقال في نفسه مع ان التحرك المباشر فيه مخاطره، بس لو رؤساء العائلات كلهم اتحدوا اكيد مش هنخسر. وعندي بقى بصفتي معلمها انا كنت شايف من اول نظره ان البنت الهبله دي بيضحكوا عليها وكأن هسيب خطتهم تنجح، فمسكت انران وعملت لتشيش ياو شياو اشاره عالميه مش لطيفه فاك يو، وقلت لها يا ستي يعني ده انت مش عارفه مصلحتك ولا ايه؟ لو انت مش عاوزه تلمستك المباشره تموت يبقى بعيدي من الطريق بهدوء وافتحي الخزنه. المكان اللي كان كله دوشه وسخونه كلام سكت فجاه لدرجه انك تسمع الدبوس لو وقع، والكسوف اللي كان على وش تشيش ياو شياو فورا اختفى وظهر مكانه نيه قتل بارده غطت كل الموجودين. رؤساء العائلات الخمسه لفوا راسهم بالعافيه تحت ضغط نيه القتل وبصوا على العبقري الاهبل اللي واقف وسطهم وقالوا لي يا تشانج ثانيه حمار، كان لازم تقولها كده يعني؟ وهما بيشتموا بقى. تشانج ليانج انتقل بسرعه وبالعافيه لحق يهرب من نيه السيف اللي جايه، وهي بتقول انت عملت ايه في انران؟ ولما عرف انه مبقاش ينفع يستخبى جمع فورا كرتين من نار روحيه وصاح وقال اتكشفنا يلا هجموا. وتشيش ياو شياو نفخت بضيق والطاقه الروحيه حوالين المكان اتلفت ودخلت جسمها زي الدوامه وقالت يا شويه خونه وسخين، وعلى طول بتستخدم فن السيوف للعناصر الخمسه الرياح والرعد. واول ما شفت الطرفين اخيرا بداوا يتقاتلوا جريت بسرعه ناحيه الشيخ الاكبر وزودتها نار وقلت له ايها الشيخ الاكبر روح ساعد رئيس العيله انا هروح اجيب دعم. وانا شايف الشيخ الاكبر بينضم للقتال ما قدرتش امنع ابتسامه خبث من انها تظهر على وشي، وفي نفسي قلت لما يتبهدلوا كلكم الكنوز كلها هتبقى بتاعتي. والنظام قال له يا مضيف انت فعلا ما عندكش اي مشكله تبيع الحريم اللي عندك. انا فتحت الباب وقلت باحتكار الستات مش بيعملوا حاجه غير انهم يبطئوا سرعه تطوري، خصوصا الستات اللي عايزه تقتلني. وعلى الناحيه التانيه تشيش ياو شياو بفن السيوف للعناصر الخمسه كانت مهيمنه على تشانج ليانج وتشونان ومرجعاهم لورا. وهوانج بيان اول ما شاف ده لف من وراها في هدوء مستني فرصه يهاجمها بالغدر، لكن اول ما خنجره دخل في ظهر تشيش ياو شياو كان كانه ضرب حجر وطلع صوت معدن في معدن. ولما استوعب اللي حصل كانت تشيش ياو شياو بالفعل لفت وقطعت رقبته بضربه واحده. تشانج ليانج والباقيين اتصدموا وقالوا مستحيل هي وصلت للجسم الذهبي؟ هي البنت دي قدرت تلمس بالفعل المستوى الاسطوري؟ وكانها حست بافكارهم هلتها عيله كذا مستوى تاني وهي بتقول حتى بين الخالدين الارضيين في فرق، طول ما انا هنا مستحيل تقلبوا الوضع. ولما كانت لسه هتوجه ضربه وتنهي التمرد ده تماما صوت بوم عالي من وراها خلاها توقف وتبص لورا، ونور مبهر من الكنوز طلع من الخزنه اللي كانت بتفتح ببطء وهو قال ده ذهبي اسطوري. وفي لحظه كل الناس بطلت اللي بتعمله وبصت ناحيه الخزنه، ولكن انا اول ما شفت اللي جوه اتصدمت تماما وقلت استنى ايه كل الهبل ده؟ في نص الخزنه كان في صوره جانبيه كبيره ليا انا وشكلي فيها وسيم، وعلى اليمين كان في هدوم مختلفه متعلقه بترتيب وعليها لافته مكتوب فيها هدوم لبسها المعلم، وعلى الشمال اسلحه متنوعه مترتبه بشكل منظم على حامل. اما سيخ الشواء اللي كان متشال لوحده تحت صورتي فكان متحوط بعنايه بقطع دفاعيه. فقال ايه الخرا ده كله؟ انا كنت فاكر ان في كنوز في الخزنه السريه دي، ليه كلها حاجات انا استخدمتها قبل كده؟ هي البنت ديت مهووسه منحرفه بتطاردني ولا ايه؟ النظام اللي كان جنبي اتصدم هو كمان من المنظر وقال زي ما هو متوقع من اول بطله وصل حبها لاقصى مستوى، معقول توصل للدرجه دي؟ وبعدين خبطتني بكوعها في ظهري بشكل مستفز وقالت مبروك يا مضيف. واضح ان تشيشي ياو شياو اكيد. وقبل ما تكمل قلت لها انا كمان خدت بالي اكيد بتكرهني من كل قلبها، ده اللي صدم النظام. وقالت ايه؟ فانا شاورت على سيف معين وقلت لها شايفه السيف ده اللي شكله قوي؟ النظام بص عليه باستغراب وقال ماله يعني؟ ما هو مجرد اداه روحيه عاديه جدا من درجه منخفضه. فانا قلت وده بالظبط المهم، لانه كمان السيف الروحي المزيف اللي استخدمته علشان انصب بيه والم فلوس وقت ما تحالف الامبريان كان لسه بيتاسس وكنا مفلسين. وقتها كنت خايف
البنت الهبله ديت ما تعرفش تكذب، فقمت ضاحك عليها بالسيف ده هي كمان، وقعدت تعيط وتقول ان ضحيت بحاجات كتير. فانا قلت اي كلام من نوع طول ما اقدر احقق حلمك انا مستعد اضحي باي حاجه. انا متوقعتش انها تلاقي السيف ده تاني علشان تفضل تفكر نفسها بيه، والنظام قالت مش ممكن تكون رجعته مخصوص علشان كانت حاسه بالذنب. بصيت للنظام كانه غبي وقلت لها ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ مش كأن تشيش ياو شياو من النوع اللي ما يعرفش يفرق بين المعروف والعداوه. انا اصلا كنت بحاول اساعدها ورحت مشاور لها على سيخ الشواء وقلت لها طب تفسر ازاي سيخ الشواء ده؟ فهي استغربت وقالت ماله سيخ الشواء ده؟ فانا قلت لها وقتها كنت جبت لها تفاح مسكر اوعى الفريسكا، بس وقع مني بالغلط واتدهس بعربيه وانا كنت كسلان ارجع اشتري غيره، فقلت لها ده نوع مميز اسمه التفاح المسكر المفروض. والنظام سمع الكلام وطار بعيد عني ووشه كله قرف، وقالت حتى انا بعد ما سمعت ده نفسي اديك قلمين. وانا قلت تبقى معجزه لو سابتني اعيش. وبعدها بدات ادور بسرعه على البيانات وانا بقول ممنوع تشوفني دلوقتي مهما حصل، وقلت للنظام ما توقفش كده ساعدني الاقي الجزء ده علشان نهرب بسرعه. والنظام تنهد بعجز وقال يا لك من مضيف جبان، وبعدين بدا يساعدني في البحث. وبعدها قالت يا مضيف انا عندي خبر حلو وخبر وحش، تحب تسمع انهي واحد الاول؟ وانا مستمر احشر اسلحه ومعدات مختلفه من غير ما اوقف. قلت لها خير وشر ايه؟ في ايه بالظبط؟ فهي قالت الخبر الحلو ان الجزء الجديد موجود فعلا في الخزنه ديت. فانا قلت لها حلو انهي قطعه فيهم؟ وهي كملت وقالت الخبر الوحش ان كل حاجه في الخزنه ديت عليها استجابه للفحص. فانا قلت ايه القرف ده؟ هو انت بتقولي ان لازم اخد معايا كل الحاجات ديت؟ فهي قالت تقريبا كده، بس حتى لو خدتهم كلهم مش مضمون تلاقي البيانات المفقوده، واضح ان لازم طريقه فتح خاصه. فانا بغضب قلت افتح عينيك يا عم وشوف كميه الحاجات اللي هنا، انا حتى لو حشرتك للاخر فده مش هيسعاهم. وهي قالت ده فضاء النظام يا مضيف لو سمحت ما تقولش كلام ممكن يتفهم غلط. وانا لسه بزعق للنظام فجاه سمعنا ضحكه شانجل يانجل هستيري جاي من عند الباب وهو بيقول مش هتعرف توقفني، كنوز تحالف الامبريان لازم تبقى ملك لكل العائلات اللي شاركت فيه. اول ما اقتحم الخزنه السريه تشانجل يانج هو كمان اتصدم جدا بالمنظر اللي قدامه وقال بقى كده بقى علشان كده الحقيره ديت ما كانتش عايزه حد يدخل الخزنه. انا متوقعتش ان الخزنه السريه بتاعه تحالف الامبريان يبقى فيها ورث سيد الشياطين دومين جزيه. وانا قلت في نفسي انا متوقعتش ان تشيش شياو شياو ما تعرفش توقف العجوز ده. انا كنت لسه هتسلل واهرب ولكن خبطت في تشانجل يانج وهو داخل ناحيتي، وعلى طول قلت له يا رئيس العيله انت جيت في وقتك، التابع بتاعك عارف اماكن الفخاخ اللي في الخزنه، اتفضل انهب براحتك. ولكن العجوز الحقير ده من غير ما يقول كلمه ضربني فجاه ومن غير اي انذار وهو بيقول بغضب يا تشانج ثانيه خاين، كنت بتحاول تهرب وكمان بتحاول تضحك عليا. فانا قلت في نفسي هو ايه ده؟ هو العجوز ده فجاه طلع له مخ امتى؟ المسافه كانت قريبه جدا وما كانش عندي وقت اهرب، فاضطريت اخد كف نيزك السما الناري في وشي مباشره. وفي اللحظه اللي تشانج يانج كان فاكر فيها اني هتفجر في مكاني اتصدم من اللي شافه. كل الادوات الروحيه الكتير اللي كنت حاشرها في الشنطه اشتغلت لوحدها وصدت الهجوم. تشانج يانج صاحب خوف وقال كنوز قويه كده ازاي عبد واطي زيك يعرف يتحكم فيها؟ وانا بصيت للادوات الروحيه ديت برضا وقلت واضح انكم لسه فاكرين مين هو سيدكم. لكن قبل ما الحق اتشمت ثانيتين صوت انفجار عالي جدا طلع من بره الباب، كان ده هوانج وحالته ضعيفه جدا. هو اتسند على الباب وصاح وقال يا رئيس عيله تشانج الحق ساعدنا بالسلاح الحكامي، احنا خلاص مش قادرين نصمد. في اللحظه دي كانت شيش ياو شياو ماشيه ناحيتهم ببطء زي شيطان حرب وبتقول انتوا شفتم بعينيكم صح ولا ايه؟